النجف ده شكله فخم جدا، بس في المكان ده اختيار غلط. نجف ولا سبوت؟ وامتى كل واحد غلط؟ السؤال مش نجف ولا سبوت، السؤال الحقيقي إضاءة المكان معمولة صح ولا لأ. وبما إننا بنتكلم عن الإضاءة العامة، لا النجف ولا السبوت يصلح للإضاءة العامة. النجف والسبوت إضاءة مهام، ومن الخطأ الشديد إنك تعتمد على نجفة كإضاءة عامة لفراغ متكامل. ومن الخطأ الشديد أيضا إنك تستخدم السبوت في الإضاءة العامة، لأن زاوية إضاءة السبوت محدودة، وبالتالي تحتاج عدد كبير جدا من السبوتات، وده هيعمل ضوضاء بصرية كبيرة جدا. اللي يصلح للإضاءة العامة الداون لايت، وده يدفعنا لعمل حلقة خاصة عن الفرق بين السبوت لايت والداون لايت من حيث المهام، زاوية الإضاءة، وكل ما يخص السبوت لايت والداون لايت. النجف ينفع لما يكون السقف عالي، الفراغ واسع ومفتوح في نقطة مركزية واضحة زي السفرة مثلا. هنا النجف مش بس وحدة إضاءة، ده عنصر بصري هام جدا. بس لازم نعرف حاجة مهمة جدا، النجف وحده ما ينفعش يكون هو الإضاءة العامة الوحيدة. النجف غلط في سقف منخفض أقل من 3 متر، هيعمل زحمة بصرية، ظلال غلط، إحساس إن المكان ضيق. علشان كده اختيار النجف من غير ما تبص على السقف خطأ شائع جدا. للأسف ناس كتير فاكرة إن السبوت هو الحل السحري لأي مكان. الحقيقة سبوت كتير إضاءة قاسية تتعب العين. السبوت ينفع لما يبقى دوره مكمل مش بديل عن الإضاءة العامة. والخلاصة، الإضاءة العامة الصح مش عدد وحدات ومش شكل وحدة. الإضاءة الصح هي توزيع مدروس يخدم المكان مش يضيعه. وأهم عامل يحدد كل ده ارتفاع السقف. في الفيديو اللي جاي هنشوف إزاي السقف يغير اختيار الإضاءة تماما. ولو مهتمين بالمحتوى تابعوني، اعمل لايك شير عشان غيرك يستفيد. اكتب في التعليقات أي شيء يخص المحتوى وأنا هجاوب عليه.